هوريكي طريقة النهاردة تعملي بيها العصير من غير ما تكتري في السكر او تستهلكي سكر كتير. تقدري تستخدميها في التانج او في العصير العادي. هنجيب كده السكر بتاعنا وهنحط عليه نص كوباية مية مغلية. تمام، السكر ونص كوباية مية مغلية بس، مش عايزين اي حاجة تاني. لو انتي بتعملي في الخلاط ممكن تعملي الخطوة دي وتسيبي المية تبرد شوية وبعدين تضربيها في الخلاط. انا هنا هضرب بالهاند بلندر، فعادي خالص يعني ان انا اضربها لحد كده ما تمتزج مع بعض، وبعد كده انزل الفاكهة بتاعتي عليها واديها ضربتين كده بالهاند بلندر. ولو هتضربي بردك في الخلاط نفس الخطوات عادي خالص، بس سيبي المية تبرد شوية. ما ممكن واحدة تقولي طب انا يا مصطفى استفدت ايه؟ يعني لا استفدتي، هقولك استفدت ايه. المية لما السكر لما اتحط في مية وهي مغلية فداب، غير لما يتحط في مية وهي ساقعة. لما بيتحط في مية وهي ساقعة في اجزاء من السكر مش بتدوب، اما لما بيتحط في مية مغلية بيدوب يعني بسرعة جدا. وبكده لو هتستهلكي في العصير بتاعك مثلا نص كوباية من السكر، لا انتي دلوقتي هتستهلكي ربع كوباية بس، وهيديكي نفس التست بتاع نص كوباية السكر، وبكده هيكون عندك نفس الطعم بس وفرنا في السكر. باي.